ليه لما بتدخل جيم فالورنت وتختار ايجنت معين تكتشف ان الفريق اللي قصادك عنده نفس الايجنت، نفس الشكل، نفس القدرات ونفس الشخصية؟ منطقيا واحدة فيهم المفروض تبقى مزيفة، صح؟ لكن الحقيقة ان الاتنين حقيقيين. واحدة جاية من الارض اللي احنا نعرفها، والتانية جاية من عالم موازي بيحاول يسرق اهم الموارد عندنا عشان ينقذ نفسه من الدمار. طب دمار ايه؟ وايه هو المعدن ده؟ والاهم، هل فريق الاتاكرز في كل ماتش هم الاشرار فعلا؟ علشان نفهم الحرب دي لازم نرجع للبداية، قبل فالورنت بروتوكول وقبل السبايك وقبل ما البشرية تعرف إن ليها نسخة تانية. كل شيء بدأ باكتشاف مادة غيرت العالم للأبد، الراديونايت. قبل أحداث اللعبة بسنين ظهرت مادة غريبة ونادرة جدا اسمها الراديونايت. المادة دي كانت مختلفة عن أي مصدر طاقة عرفته البشرية، وقدرتها خلتها تدخل بسرعة في مجالات زي الطاقة والتكنولوجيا والأسلحة والبحث العلمي. وأول جهة أدركت قيمتها الحقيقية كانت شركة اسمها مؤسسة كينجدم بدأت تستخرجه وتستخدمه وتدرسه وتطور بيه تقنيات جديدة. ومع الوقت الشركة تحولت من مجرد مؤسسة تجارية إلى قوة عالمية ضخمة، وسيطرت على جزء هائل من قطاع الطاقة. وبالنسبة للعالم، كيندم كانت الشركة اللي أنقذت البشرية، قدمت مصدر طاقة فوق التوقعات. لكن السؤال اللي محدش كان بيسأله وقتها هو، هل كينجدم كانت فاهمة فعلا المادة اللي بتتعامل معاها؟ والإجابة ظهرت مع الحدث اللي غير تاريخ البشر بالكامل، فيرست لايت، الضوء الأول. في منتصف القرن ال21 العالم شهد ظاهرة غريبة واتعرفت باسم النور الأول. الراديونايت انتشر على نطاق واسع، وظهرت تغيرات غريبة في أماكن مختلفة من الأرض، أثرت على المدن والبيئة حتى مصادر الطاقة. لكن التأثير الأكبر كان على البشر نفسهم. يعني بقينا نشوف ناس بتطير زي جيت، وناس بتتحكم في النار زي فينيكس، وناس بتحيي ناس ميتة، استغفر الله العظيم، ودول اتسموا بالراديانس أو أطفال النور الأول، ولكن ده مسمى مش رسمي. وبنلاقي ناس تانية عادية زي بريمستون وسايفر وكيل جوي، على الأقل من الناحية البيولوجية، يعني قوتهم جاية من الأسلحة والتدريب والتكنولوجيا المتطورة المبنية جزئيا على الراديونايت. يعني ببساطة في شخصيات اتغيرت بسبب الراديونايت، وفي ناس اتعلموا ازاي يستخدموه. لكن ظهور أشخاص بقدرات خارقة خلق مشكلة جديدة، مين يقدر يسيطر عليهم؟ ومين يضمن إن كينجدم مش هتستخدمهم أو تقدر تستخدم الراديونايت نفسه كسلاح؟ هنا ظهرت الحاجة لمنظمة سرية، فالورنت بروتوكول. مع وجود حوادث كتيرة مرتبطة بالراديونايت اتأسست منظمة سرية اسمها فالورنت بروتوكول. هدفها كان التعامل مع الأزمات الخطيرة المرتبطة بالراديانس والراديونايت، وحماية العالم من أي جهة تحاول تستغل القوة الجديدة دي. المنظمة بدأت تجمع أفراد من كل العالم، بعضهم كان راديانس عندهم قدرات خارقة، وبعضهم كان جنود وعلماء ومخترعين بيعتمدوا على الخبرة والتكنولوجيا. الاختيار ما كانش مبني على نوع قدراتهم، لكن على قدرتهم في مواجهة التهديدات اللي العالم العادي ما كانش مستعد ليها. في البداية المنظمة كانت شديدة السرية، المعلومات الكاملة كانت موجودة عند القيادة بس، شخصيات زي بريمستون وفايبر وسيج. أما باقي الإيجنتس فكل واحد كان يعرف الجزء الضروري الخاص بمهمته بس، وده خلى بعضهم يدخل المعركة من غير ما يعرف طبيعة العدو الحقيقي. ومن أوضح الأمثلة على ده كانت مهمة فينيكس في فينيسيا، الحادثة اللي عملت خريطة أسنت. فينيكس اتبعت لمهمة في مدينة فينيسيا في إيطاليا. الهدف الظاهر كان بسيط، إيقاف شخص مجهول قبل ما يزرع جهاز غريب اسمه سبايك. فينيكس لحق بالهدف فعلا ودخل معاه في مواجهة، لكن الشخص اللي كان بيطارده ما كانش إرهابي عادي، كانت جيت. والمشكلة إن جيت كانت بالفعل واحدة من أعضاء فالورانت بروتوكول، فإزاي موجودة في الفريق وفي نفس الوقت بتزرع سبايك في فينيسيا؟ قبل ما فينيكس يقدر يفهم إيه اللي بيحصل، جيت نجحت في زرع الجهاز، لكن السبايك ما عملش انفجار عادي، جزء كامل من المدينة بقى عايم فوق في السماء وفضل متعلق فوق. الحادثة اتعرفت باسم فينيسيا انسيدنت أو رايز اوف فينيسيا، والمنطقة العايمة الناتجة عنها هي المكان اللي احنا بنلعب فيه باسم أسنت. وده منطقي لأن أسنت بالعربي يعني صعود. بالنسبة للناس الحادثة كانت كارثة جديدة مرتبطة بالراديونايت، وكيندم اتحملت جزء كبير جدا من اللوم. لكن الفالورانت بروتوكول بدأ يدرك حقيقة إن في جيت ظهرت في فينيسيا ما كانتش الجيت بتاعتهم، كان في نسخة تانية منها. وبعدها فترة قصيرة فينيكس قابل نسخة مطابقة ليه، نفس الوش نفس القدرات، لكنه بيحارب في الجانب التاني، وده أكد أسوأ احتمال ممكن، العدو جاي من أرض تانية. دلوقتي يا صديقي احنا دخلنا في قلب القصة. عالم فالورانت مش مكون من أرض واحدة، الأرض الأساسية اللي احنا بنتابع منها القصة اسمها ألفا إيرث، لكن في عالم موازي اسمه أوميجا إيرث، وفي نسخ من نفس الشخصيات الموجودة في ألفا، في جيت ألفا وجيت أوميجا، في فينيكس ألفا وفي فينيكس أوميجا. لكن رغم إن العالمين متشابهين جدا إلا إن ظروفهم مختلفة تماما. يعني مثلا أوميجا إيرث متقدمة تكنولوجيا جدا، ولكنها بتعاني من أزمات بيئية ونقص شديد في الراديونايت. العالم هناك مهدد بكوارث متتالية وموارد مش كافية للاستمرار، ومن وجهة نظر أوميجا كان عندهم حل واحد،
الوصول لألفا وسرقة الراديونايت الموجود فيها. وهنا السبايك بياخد معنى مختلف تماما، هو مش مجرد قنبلة هدفها تدمير الموقع، لأ، هي مهمته الأساسية مرتبطة باستخراج الراديونايت من ألفا ونقله إلى أوميجا. يعني اللي بيزرع السبايك مش بالضرورة عايز يدمر العالم لمجرد الشر، لأ، هو بيحاول ينقذ العالم بتاعه. لكن هل إنقاذ عالم كامل بيبرر تدمير عالم تاني؟ وهل بداية العلاقات بين أوميجا وألفا كان فعلا حرب؟ الإجابة هي لأ، وده يودينا لماب فراكشر. بس للأسف هتضطر تستنى الجزء الجديد. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفولو على كل المنصات. أنا كولا وهنقلك الزتونة.